هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعت لكم بفصال جديد، قصة الزعلانة وكركش على الصدر بسيط، يعني بدون لوازم خياطة. هنا راح أفصل فصال عدل. القماش 2.5 متر، شلت منه تقريبا 60 للردن، والباقي طبقته 4 طبقات وفصلته، يعني 2 متر تقريبا إلا شوية بقى. وخليت لكم القياسات موجودة، يعني عمود الفيديو شوية ما يصير طويل. صفطته بسرعة وطبقته وأنا مفصلة الفصال العدل هواي بقناتي. نوصل بيه بنات للأخير. وهسه راح ناخذ من طول القطعة شوية نقوسها ونشيل الحاشية ويانا. أخذت 8 سنتيمتر تقريبا، لأن هي مو كلش عدلة، 2 متر قلت لكم، فشوية بيها عرض من جوا. لازم بس إذا عدلة مثلا فصالها يعني عدل كلش، ما بيه تقويسة من جوا، مو إلا نسوي هاي الخطوة، يعني شوية ناخذ إصبعين. هسه راح أشيل تقريبا 2 سنتيمتر من الكتف، ومن الوسط مال حفرة الأبط هم آخذ 2 سنتيمتر. أبدي بيها بصفر وأنهيها بصفر، يعني ما أطلع على الكتف. هاي كملتها، وهاي عندي الردن بقت القماش. أخذت قياس طول تقريبا بس أعدلها، يعني ردن طويلة ردتها، ما يعني ما أخذ منه، راح أعدله وأفصله. وهاي القطعة اللي بقت عندي القماش سويت منه الكشكش اللي بالصدر. وعندي بعد همين يعني من حفرة الرقبة زاد من حفرتها بالقطعة همين، وسويتهن خيطتهن قطعة باللخ وسويتهن هاي الكشكش اللي بالصدر. يعني الكشكش صار عندي قطعتين ومطبوق، قطعتين خيطتهن واحدة باللخ وطبقتهن كويتهن وكسرتهن كسرات ناعمة وخيطتهن على الصدر. الردن راح تكون عدلة، ما بيها أي فيكة، يعني هيج عدلة من يم المعصم وبس، ما بيها حتى دانتيل أو أي شي، بس مجرد أكفها وها هي. هسه بنات هنا راح أسوي لكم حفرة الزعلانة. منها راح تاخذون 8 سنتيمتر على طولها، يعني 8 سنتيمتر. تسووها من هاي الجهة مربعة، منها 18 تاخذون. سووها من هاي الجهة مربعة، يعني عادية شلون تحفرون حفرة مربعة هيجي. تقدرون تنزلون بيها أكثر بعد، أني لا هيجي سويتها ما نزلت بيها أكثر، هو على 18 بس. من هاني شنتها نفس الجهة مناك 18، ومنها نفس الشي، منها سويتها دائرة وراح أقصها. هي هاي سويت لكم إياها بكل بساطة حتى لا تدوخون بيها، حلوة يعني مرتبة. وهنا راح أقصها بنات على الرسمة اللي رسمتها. قلت لكم من جهة المربع تقدرون تنزلوها أكثر تصير مائلة، يعني أنا هيك سويتها. وهسه راح أغلفها بشريط التغليف، مجرد يعني خيط على طرفها وأرجع أقلبه، يعني مرتب طلع وحلو. هسه شوفوا، هسه راح أعدل الكاميرا عم توضح عندكم. شوف بنات، هنا خيطة بشكل مائل إلى أن أوصل للمربع، خيطة عدل. لازم تفرون القماش بنات وياكم، تجي عدلة، لاصق يجي عدل، قصدي شريط الكفة يجي عدل وياكم. وهنا راح أقلبه وأخيطه، هنا شوية زيادة بالهاي قصيتها. شوفوا بنات، هيك بكل بساطة تقلبوه، بس تعدلون القماش، ما يصير وهي الحفرة مو عدلة تقلبوه. لازم يعني الحفرة شلون ما ترجيه شكلها هيك تعدليها، يلا تخيطين. هسه وصلت بيه للنهاية.
وهنا شكلها هاي كملتها. وهنا قلت لكم راح أجيب كملت هذا القماش كويته وكسرته كسرات ناعمة، وراح أخليه بهالطريقة مطبوق بنات، يعني مو كفيته أو شي، لا هو مطبوق. وراح أخيط خياط مدفون، يعني ما راح أخيطه خياط عدل، راح أخيطه بهالطريقة من أقلبه يصير نظيف الخياط مالته وما بيه خيوط وهاي. هسه تشوفون بنات شلون أخيطه، أخيطه على الرسمة مالتي، يعني ما أحسن ترسموا بنات، أو تتحكمون بالبعد من كل الجهات يجي مساوي البعد عن حفرة الرقبة، يعني تقدرون تنزلوا أكثر من هيجي، إذا عجبكم همين ترسموا بالقلم وتنزلوه، يعني تبعدوه عن حفرة الرقبة أكثر، هم بكيفكم. ما مشيت بيه على الحفرة كلها لا، يعني طلعته من جهة الردم. وهسه أقصه لا يعني أول شي أكمله تقله من فوق. شوف بنات هسه الخياط شلون راح يصير نظيف، ما بيه يعني خيوط وهاي، مرتب كلش. تكسر يعني الكسرات تظلون تعدلون بيها إلى أن تكملوه كله. موديل بسيط يعني، بحرارة هذا الجو لوازم يعني هيجي حلوة، فكرة حلوة ومرتبة يعني، مو تكلف لوازم. خياط الشهر محرم باللون الأسود. هذا ثاني خياط إن شاء الله، وبعد راح أقدم موديلات الشهر محرم. شوف بنات شلون نظيف الخياط. هسه هنا الردانات بس مجرد أكفها كفة، اثنيناتهم أكفهم. بناتي إذا ما مشتركين بالقناة تشوفون فيديوهاتي اشتركوا بالقناة. إذا عجبكم الفيديو خلوا له لايك. هنا راح أربط الأكتاف، ما طولت الفيديو عليكم لأن هالخطوات هواي عدناها بالقناة. أربط أهم شي الفكرة، يعني فكرة الموديل. الكشكش شلون تسووه قلتلكم بنات مطبوق، لازم أحلى مطبوق يعني ما يذب خيوط، حتى إذا تكفوا الكشمير بالغسل وبالهاي بعدين يعني شكله ما يترتب، هيج يعني مطبوق أحلى. هسه ربطت الأكتاف وراح أغلف حفرة الرقبة طبعا بشريط الكفة نفسه، ما صورت لكم إياه، هنا راح أربط لكم الردن قبل وتشوفوه على الملكانة شلون حلو يعني كلش مرتب. بنات هذا قياسه إكس لارج، يلبس إكسين لارج يعني، بس هو قياسه إكس لارج. إذا عجبكم الفيديو خلوا له لايك. وهسه تشوفوها ما ربط يعني، خيطت الباقي الأجزاء مالتها أنا خيطته ما رويتكم إياه. هشوف بنات شكلها شلون حلو مرتب. هالكشش يعني حلو مرتب وخياطة دفن ما مبين، يعني الردن عدلة وما بيها أي فيك سويتها. يعني هو القماش بيه شغل بلك، هذا القماش فيعني ما يحتاج شغل هواي، هو القماش كلش حلو يعني بيه كله شغل، بعد واحد شي يخليله هيجي أحلى يعني وأرتب. هاي الفصال قدامكم بنات، إذا عجبكم واستفاديتوا منه لا تنسون اللايك، تشتركون بالقناة. أشوفكم على خير، مع السلامة.